لو عايزة غسيلك زي ده ابيض زاهي كده، كل الناس تتفرج عليه وتقول ايه الغسيل المزهزه ده اللي على الحبال، اتبعيني وانتي هتعرفي طريقة الغسيل الابيض اللي زي الفل ده ايه سببه. إيه، شوفي بقى تركيبة انا هعملها لك هتخليلك غسيلك زي ده بالظبط. إيه، ويلا قبل ما نبدأه صلي على النبي ويلا بينا، واكتبي في الكومنتات ألف صلاة عليك يا نبي، ويلا بينا نبدأ. بصوا مغالتها، شايفين الفوط شمع منور، شايفين شمع منور الفوطة، شايفين فوطة فل فل منور، وعلى لونها، لونها ما بيتغيرش، وهي فوطة صغيرة بتاعت ايدين مطبخ، برضو على لونها اللبني وما تغيرش لونها ونضيفة زي الشمع. شايفين الغسيل الابيض فل اهو بقى، فل بقى فل، بصي فل فل خالص، فل شمع. ده كمان انا حاطه جواه غسيل ملون، فوط وكلام من ده، فمش مبينه جمال الهدوم. وكده بقى تنشريه بسرعه، ما تسيبهوش، تاخديه من الغساله على التنشير، على النشير على طول. اول حاجة هتحطي قيمة شوية صابون سايل، يكون بس صابون مركز، ما يكونش من اللي سايب اللي بره، لا يكون صابون مركز حلو، عشان ده بيساعد على خروج البقع من الملابس. لو في بقع، ما فيش حاجة بتطلع البقع قل اكتر من الصابون، فده صابون بيشيل البقع. وكده كوباية دي دوبت فيها ب5 جنيه ملح ليمون، دوبتهم من بدري، حطهم فيه عشان يدوبوا كويس، وكبيتهم فوق الصابون. يبقى كده ملح الليمون والصابون السائل. هنا دي بقى بيكربوناتو، تجيبي برضو في حدود ب5 جنيه بيكربوناتو، وتحطيه فوقيهم، هتحس شوفي كده فوران غريب، ما تشغليش دماغك بيه. الفوران ده هو اللي هياكل في الهدوم وفي البقع ويخليها فل. عايزه اقولك طريقه جميله وجباره، اللي بيها بقى في بعضيها كده، وضيفي عليها لترين ميه، هتضيفي لترين ميه وايدك كده بتربيها لما البيكربوناتو كمان تدوب كويس في الخليط ده. الشكل ده هنزود لها 2 لتر ميه. وكده انا قطع ازازه عشان اعبي بيها، اعملها قمع اعبي بيها المسحوق. عايزه اقولك بسم الله ما شاء الله، خلطه جباره، استخدميها في الغسيل الابيض والغسيل الغامق، بيشيل البقع وينور الغسيل ويزهزه الغامي ويظهر لونه، ويزهزه الابيض ويظهر بياضه. عايزه اقولك خلطه جباره جباره، استخدميها واعتمديها مش هتندمي. المكونات انا كاتباها لك اهي، ب5 جنيه ملح الليمون، وب5 جنيه بيكربونات الصوديوم، و2 لتر ميه، وربع كوب سائل مواعين، يكون سائل نضيف من اللي هو مش السايب اللي بره، لا ربع معيار اللي هو بتاع الغسالة الاوتوماتيك ده، ربعه تحطيه صابون سائل بتاع مواعين. عايزه اقولك خلطة انسي، يعني نظافة مفيش بعدها نظافة. كمان الخلطة دي ممكن تستخدميها بقى في الخلاطات، وتستخدميها في الألمونيا وتستخدميها في الاستانلس، تخلي معاكي برضو المواعين والخلاطات فل. ممكن تعملي بيها الرخام، تمسحي بيها رخامك،
تخلي برضو الرخام معاكي بيدوي وبيلمع. بالشكل ده عملتي مسحوق، احلى مسحوق لنظافة الغسيل. وهنا هنحط مكيال اريال توماتيك كده، ما تملهوش قوي، حطي شويه صغيرين منه يعني نقسيها، وابتدي حطي الغسيل الابيض. برضو تحطي الغسيل في الغسالة، ما تحطوهوش تكبشيه كمية غسيل وتروح حطاها، وما تمليش الغسالة غسيل على الاخر. سيبي فيها قيمة قبضة ايد فوق الغسيل، وصبع اللي فوق ده يكون مفرود عشان يبقى الغسالة مش مليانة قوي، تملهاش قوي عشان الغسيل ينضف. ده برضو جزء من النظافة. والملايات زي ما انت شايفة، انت بتاخديها من نصها كده ملاية ملاية، مش تمسكي ملايتين تحطيهم مع بعض، لا ملاية ملاية ومخدة مخدة تحطيهم فوق بعض كده الغسيل، بحيث ان ايه كل حتة ما تبقاش شابكة في التانية وتضيع، واحدة تنضف واحدة لا، لكن لو حتة حتة كله هينضف. شايفة الغسيل شكله ايه؟ وشفتيه بقى على الحبال شكله ايه؟ عايزه اقولك بالله عليكي ما تبخليش على القناه باللايك، وارفعي الفيديو باللايك، ويا ريت تصلي على النبي في الكومنتات، وتزيدي النبي صلاة، وتكتروا صلاة على النبي يا بنات. صلوا على النبي كلكم، ما فيش حد فيكم ما يصليش على النبي. وعايزه اقول لكم يعني هو فيديو يستاهل كده تشجيعكم، ويستاهل فيكم ان انتوا تحطوا لي لايكات كتير. عايزه الفيديو ده مش اقل من 2000 لايك. وكده هتحطي نص مكيال اريال اوتوماتيك، وكمان مكيال كامل من المسحوق اللي احنا عملناه، وكمان مكيال داون يا بنات، كمان مكيال دوني. وصلي على النبي في الكومنتات، واملي الكومنتات صلاة على النبي. عايزة اقولك مسحوق ما حصلش، ونظافة خطيرة خطيرة، كل الناس تحلف بنظافتك. اديكي شايفة الغسيل بعد ما طلع من الغسالة شكله ايه، نظافة ما حصلتش، ريحة ما حصلتش. عايزة اقولك يعني اعتمديها طريقة جبارة جبارة. واوعي تنسي تشجيعك للقناة يا قلبي. تاخديه من الغسالة على الطنشير، على النشير على طول. شايفين الابيض وجماله؟ شايفين يا بنات؟ شايفين الابيض وجماله نصعته؟ شايفين ناصع ازاي؟ شايفين الجمال؟ عايزه اقول لكم الغسيل فل بشف رد. يمكن الفيديو بالله عليكي تصلي على النبي في الكومنتات كده، وتزيدي النبي صلاة، وتقولي بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر. مسحوق جبار، ويعني عطاني نتيجة هايلة هايلة. ويا بنات اوعي ما تتبعيش الطريقة دي. وعايزة اقولك ولا لون يروح من فوطة ولا اي حاجة، كلها حاجات ما بتبقعش، ما بتشيلش اللون، ما فيهاش كلور ابيض، مش حاطين كلور ابيض خالص. لكن المنظفات اللي انا عملتها والخلطة جبارة جبارة زي ما انت شايفة الجمال قدامك. بسم الله ما شاء الله، زيدي النبي صلاة. ولو عجبك الفيديو اوعي تبخلي عليه باللايك، وانا واثقة ومتأكدة ان انت هتحفظي الفيديو ده عندك، عشان كل شوية تعملي نفس الطريقة ونفس الغسلة، يبقى غسيلك كده كل الناس بتتفرج عليه وعلى نظافته.
وما تحطيش فيه زهرة، هو بيبقى مزهر نفسه زي الفل على الحبال. اوعي تحطي زهرة زرقاء زي الناس بتاعت زمان. عايزة تحطي زهرة بيضة ممكن، بس هو بيبقى ناصع البياض من غير ولا اي حاجة. زي ما انت شايفة كده، ما تبخليش عليا باللايك. كده اقول لكم باي.